شكلت مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الإكوادوري محطة مهمة للكشف عن ملامح النهج التكتيكي الذي سيخوض به الناخب الوطني محمد وهبي مشواره من أجل الحفاظ على توهج أسود الأطلس في المحافل المقبلة. واستطاع محمد وهبي أن يعتمد أسلوبا جديدا وظف من خلاله اللاعبين بشكل مختلف تماما عن السابق. أبرز ملامح هذا التغيير كانت من خلال اللعب بدون مهاجم صريح. هناك عدة أمور يجب تحسينها تخص الانسجام. في بعض الفترات كان المستوى لا بأس به لأننا اعتمدنا على لاعبين مبدعين مع مهاجمين وهميين ولاعبين يتوفرون على مؤهلات اللاعب رقم 10. لم نحسن الأداء من العمق ولم نقم بعمليات هجومية. في هذه المقابلة كانت بعض الفترات التي كان بالإمكان أن نضغط فيها على الخصم لكن لم نقم بذلك. التمريرات لم تصل في الوقت المناسب وهذا هو دور العمل والتدريب من أجل تحقيق الانسجام. بالنسبة للأمور الأخرى أنا جد راض عنها. الأفكار الكروية التي اعتمدها محمد وهبي مزجت بين الانضباط التكتيكي واللعب الإيجابي والبناء المنظم انطلاقا من الخطوط الخلفية وتحديدا من الدفاع. وحاول محمد وهبي خلال الندوة الصحفية شرح ملامح هذا النهج وتحديد الخلاصات التي خرج بها من مباراة قوية أمام منتخب يمتاز بالاندفاع البدني والسرعة في الهجمات. بطبيعة الحال قوة المنتخب الإكوادوري تكمن في اللعب القتالي الشرس وهذا أمر ليس بالقدح. إنه فريق يضغط ويهاجم. من الواضح جدا أن اللعب الداخلي كان مقلقا بالنسبة لنا خصوصا عندما نفقد الكرة وهو ما سبب لنا متاعب وبالتالي وجب إيجاد التوازن عند إخراج الكرة. وسط الميدان لم يكن في المستوى ولم يقم بدوره من ناحية عملية التنشيط وهذا ما صححناه بعد ذلك حيث أصبحنا هادئين في عملية إخراج الكرة. محمد وهبي كان مقتنعا بشكل كبير بأداء ومردود اللاعبين ومتأكدا من نجاعة الأسلوب التكتيكي الذي رسم من خلاله تحركات الأسود على رقعة الميدان ومنحهم إمكانية خلق الفرص والمحاولات الهجومية في انتظار تأكيد ذلك في المحطات المقبلة أقربها مباراة الباراغواي الإعدادية يوم الثلاثاء المقبل.